الضغوط مارستها فرنسا والإمارات للتصويت على مشروع يتضمن سيادة المغرب على الصحراء الغربية. وشنو؟ أعضاء مجلس الأمن يتعرضون إلى ضغوطات كبيرة في قضية الصحراء الغربية. شكون أعضاء مجلس الأمن؟ قصدك أعضاء مجلس الأمن الدائمين ولا الإضافيين الآخرين؟ إذا الدائمين، كيفاش الإمارات تضغط على روسيا والصين وبريطانيا وأمريكا؟ معناتها هنايا هذايا النهار نشرة الخبر هذا العاجل جاها من زريبة. ما تقوليش باللي وسموه عبد السلام ولا سعاد ولا محمد ولا واحد من جماعة النهار هو اللي نشر، مستحيل. هذا جاهم أمر من زريبة، قالوا نشروا نسبقوهم باش كي يصوتوا لصالح المغرب، قال بلي ضغوطات منين؟ من الإمارات، باش نخرجوا العيب الإمارات. فشلتوا. المغرب انتصر، وهذا الانتصار المغربي في قضية الصحراء الغربية ناتج على عمل طويل منذ سنوات، عمل جبار، نتيجة استقرار مؤسساته، استقرار أجهزة، استقرار جهاز مخابرات اللي هو العمود الفقري، استقرار المؤسسات الإعلامية، واستقرار الدولة. احنا عندنا كوري زريبة، كل 6 شهور نحي وزير، كل 6 شهور نحي مدير مخابرات، كل 6 شهور نحي والي، كل 6 شهور نحي مدير، كل شهور دخل واحد الحبس، كل شهور بدل كذا. هذه كارثة. عندنا قيادة فاشلة، دخلت البلاد في حياة.